بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا لايف وذا شيف على صفحه زانوسي على الفيسبوك. خلاص كلها ساعات ورمضان ينتهي. رمضان عدى بسرعه قوي السنه دي بجد. مش عارف احنا بقى اللي كبرنا وعجزنا ورمضان بيتسرسب من بين ايدينا زي العمر، ولا هو رمضان عشان ايامه حلوه بتعدي بسرعه. قبل ما نبدا عايز اقول لكم ان احنا منتظرين كل استفساراتكم وكل اللي انتم بتطلبوه هنجاوبكم عليه في ساعتها، او ان شاء الله نعمل لكم حلقات عمليه. احنا موجودين معاكم لغايه اخر رمضان على صفحه زانوسي على الفيسبوك، واللي بتفوتوا الحلقه يتفرج على قناه زانوسي على اليوتيوب، ولكن بعد الفطار. قبل الفطار مش هتلاقوا الحلقه دي. عملنا مع بعض في خلال الايام اللي فاتت، عملنا الكحك وعملنا البسكويت وعملنا القريبه وعملنا البيتيفور، وامبارح عملنا القراقيش او المنين او القرص بعجوه، والحمد لله كده كفايه. في ناس عايزه تعمل حاجات تانية ممكن نعمل لها او يستفسروا عنها، مفيش مشكله، بس احنا كده بقى هنختم بحاجات تانية ان شاء الله. اول حاجه هنبدا مع بعض بالطبق، مش الطبق الرئيسي. النهارده هنعمل فراخ. عارفين الكوردون بلو اللي عملناه من فتره اللي كانت محشيه جبنه ايمنتال ولحم مدخن؟ هنعمل نفس اهو. كل الناس عملت كده، يعني حسين عمل لي كده ومحمد قال لي كده، يعني كان حاجه حلوه قوي. انا ابتكار من عندي، فكره جديده خالص. هنعمل حاجه زي الكوردون بلو ولكن ملفوف مع صوص كده كريمي. خلينا نتكلم. مقادير عندي كيلو لكيلو ونص من صدور الفراخ. انا بس عايز اجيب الكلافزات فين، الجوانتيات، عشان مش موجوده هنا. كيلو الكيلو ونص من صدور الفراخ. كيلو ابص كده هنا، موجوده اهي. طيب نلبس عشان هنشتغل بايدينا. تاني كيلو الكيلو ونص من صدور الفراخ مفتوحه كاننا هنعملها اسكالوب، بس مشبوكه ببعضها مش قطع، يعني ما قطعناهاش. هوريكم ازاي. وعندي برضو حوالي 6-7 قطع من اللحم المدخن و6-7 قطع من الجبنه الايمنتال. وقلت لكم الجبنه الايمنتال اهو، للي ما يعرفش المخرمه دي، فاكرين افلام توم وجيري؟ هي اهي، شايفين؟ هوريكم واحده سليمه. هي دي الجبنه الايمنتال. طعمها بيبقى في الحاجات دي مختلف. طبعا اهي اهي. هنحشيها بيها، وبعد كده هنعملها مع صوص كده. وبعدين انا سايب لكم طرق التقديم، تقدموها مع ايه انتوا احرار. يعني مع ايه ازاي؟ يعني انتوا بعد كده تقدموها مع رز، تقدموها مع بطاطس، تقدموها زي ما انتوا عايزين، مفيش اي مشكله. تاني 6 صدور من الفراخ مفتوحين اهو بالطريقه دي اهو. وكمان عندنا 6 قطع من الجبنه الايمنتال وزيهم من اللحم المدخن. وبعدين عندي بصلايه متقطعه شرايح، معلقتين خل، معلقتين صويا صوص، وكوبايه مرق، وكوبايه كريمه. نقول تاني 6 قطع من الجبنه الايمنتال، 6 صدور فراخ، و6 قطع من اللحم المدخن، بصلتين متقطعين شرايح، معلقتين خل، معلقتين صويا صوص، كوبايه كريمه، وكوبايه مرق. حاجه كده من الحاجات الرائعه. دي بصراحه الاكله دي اختراع الشيف يسري. لو لقيتوها في اي مكان يبقوا اشكروني، يعني قولوا ان هو اللي عمل الحكايه دي. انا عندي هنا اهو 6 صدور الفراخ. هنفتحهم بس من ناحيه الحته اللي احنا فتحناها اهي، وبعدين نتبلهم بعد كده بالملح والفلفل، ويكون عندي ألمونيوم متقطع. وبعد ما عندنا الألمونيوم المتقطع هنحط هنوريكم واحده 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 واحده. انتوا معانا اهو عشان تشوفوا الاكله دي. زي ما بقول لكم حلوه جدا يا جماعه، طعمها مشهي جدا والله. اما بكون بعمل حفلات او عزومات او حاجات بتطلب بالاسم. تعالوا مع بعض ناخد، بس طبعا لو كان الصدر صغير هناخد قطعه كده نحطها سليمه، والثانيه اهو لو الصدر صغير نقطع منها حته، والثالثه لو حابين برضو اهو، والرابعه، والصغيرين دول نحطهم هنا برضو. اوعوا ترموا حاجه. وناخد اخر واحده اهي. يبقى احنا كده عملنا صدور الفراخ، حشيناها اول حاجه باللحم المدخن، شويه ملح وشويه فلفل اهو. وبعدين بعد ما هناخد بس كده ناخد عليها الجبنه. الجبنه بقى ما تقلقوش، يعني مثلا ايه، الجبنه كده حاولوا تخلوها شويه سميكه، لو تضموا الحتتين على بعض، عشان الجبنه دي هتبقى بارزه كده من الحشوه بتاعتنا، طعمها حلو قوي اهو. وادي الخطعتين على بعض. بعد كده هنعمل ايه؟ هناخدها نلفها كده بالراحه
ولكن قبل ما نلفها هحرك دول هنا واجيب الطبق ده ونشيل ده خالص من هنا. واحنا ولعنا البوتاجاز بتاعنا، وبعدين هوريكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين هاجي اجيب شويه ملح وفلفل هنا، وناخد اول قطعه بس نجيب بقى ايه عشان نجيب الالومنيوم ونحطهم فيها ونتبلها في الالومنيوم. وبعد كده نجيب قطع الالومنيوم بالحجم ده، نحط بالورد بعد ما اتبلت اهي ملح وفلفل، اقوم حاطط هنا ولففها الاول رول، وماسك الالومنيوم. اضغطوا عليها، اضغطوا جامد ما تخافوش، كانكم بتقفلوا قطعه سبرينج رولز اهي. جميل. حطها فين؟ اهي جنبنا على الطبق. وبعدين هكمل نفس الحكايه، بس انا عايز اتبلها برضو. اما نخلص لفه نبقى نتبلها احسن على الورقه اهي، ورقه الالومنيوم، ونحطها كده ونجيب شويه ملح ونجيب شويه فلفل. وحاولوا تضغطوا عليها يا جماعه عشان تفضل محكمه، ما تخافوش مش هتتقطع معاكم، لا ورقه الالومنيوم هتتقطع ولا صدور الفراخ هيجرى لها حاجه. عندي الطاسه سخنه هنا، عايز بس اجيب قطعه زبده بنحطها مع الزيت نلف اللفه دي زي ما انتم شايفين اهو. بعدين نجيب برضو قطعه الومنيوم، نحط شويه ملح وفلفل ونضغط ونضغط. ما تخافوش زي ما قلت لكم، الضغطه دي عليها نص الموضوع، ان هي بتمسك لي قطعه اللحمه او قطعه الفراخ ما بتلفش معايا خلاص بقى. كل يوم الحمد لله رب العالمين، كل يوم الفلفل يخلينا نعطس، يهديكم واصلح بالكم. اما اجي نحط الفلفل لازم يخلينا نعطس على طول. لا ده اصل الفلفل ده قوي يعني، احنا كل يوم بنجيب فلفل فريش. حساسيه حساسيه مفرطه. طب ايه الاخبار دلوقتي؟ طيب بالهنا والشفا. خلاص فاضل عايزين قطعه الومنيوم كمان عشان دي طلعت واحده صغيره. هنا بقى نعمل كده نقلب اهو. شيء اهم حاجه اللفه تبقى مظبوطه، وبرده رشه الملح اوعوا تنسوها، ورشه الفلفل. كان ممكن من البدايه حطينا ملح وفلفل بس انا نسيت مره واحده تحت، يعني احنا فاردين كيس بلاستيك هنا نحط عليه الملح والفلفل على طول. وبعدين اخر واحده اهي نلفها كده. بعد ما لفيناها كده نجيب قطعه الالومنيوم ونحط شويه الملح والفلفل ونقفل. اخر واحده عندي الطاسه سخنه، ركزوا معايا بقى، الطاسه سخنه جدا، لازم تكون سخنه جدا. نشيل ده ونروح هنا طاسه سخنه، نحط شويه زيت، حوالي معلقه كبيره من الزيت، وعليها معلقه كبيره من الزبده. يبقى انا كده حطينا اهو معلقه كبيره من الزيت ومعلقه كبيره من الزبده، وهنستنى لما الزبده تسيح اهو. اول ما هتسيح هنعمل ايه؟ طبعا من النهارده ربنا سبحانه وتعالى كرمني ان انا جبت حاجه كبيره. انا عارف ان البوتاجاز قوي بس انا جبت حاجه كبيره غطت العين كلها، ف يعني الحراره مش واصلاني قوي. ونحط قطع صدور الفراخ اهو، ونسيبها لما تتلون من كل النواحي، كل النواحي. طبعا انا عايز اقول ان منى وملك وزياد احلى اخوات، وعشان خاطر مدام سوزان هي ولاد كويسين وامامير وبيسمعوا الكلام، واحنا من هنا بنقول لهم يا منى ويا ملك ويا زياد حبوا بعض كده وخليكم كده مع بعض زي ما ماما بتقول عليكم. تعالوا مع بعض. خلاص انا خلصت ده مش محتاجه. هنعمل كشك بالفراخ. كشك بالفراخ، في كشك باللحمه، في كشك بالرز، وفي كشك بالجمبري. بس احنا طبعا الفراخ موجوده، فاحنا خدنا صدرين فراخ سلقناهم وقطعناهم، وعندي 4 أو 5 علب من الزبادي، و4 معالق من الدقيق، وحوالي كوبايتين من الشوربه او المرق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب بس بوله عشان نقلب حاجه كده من عوامل نجاح الكشك. بس طبعا احنا مش هنلحق نعمل الكلام ده. عوامل نجاح الكشك ان انا بعمل له
الخلطه بتاعه الزبادي مع الدقيق واسيبها في حته تتخمر شويه، يعني حته دافيه. فاحنا النهارده هنشتغل معاكم ونعمل كشك معاكم، ولكن مش هنسيبه لما يتخمر بقى عشان الوقت. يبقى احنا هناخد المرقه اهي، شوربه الفراخ حوالي كوبايتين او نص لتر من الشوربه، وبعدين هنا 5 علب زبادي هنصفي ميتهم وناخدهم نحطهم في البوله الكبيره، وعليهم 4 أو 5 معالق من الدقيق. كل ده مع بعضه. اللبن او سوري الشوربه بتغلي اهي. ناخد معانا البصل ده هنحمره معاكم دلوقتي ونحطه على الوش، وكمان الفراخ هنحطها بس بعد ما تستوي معانا كل مقادير الكشك. هنعمل ايه هنا؟ هناخد الزبادي نقلبه مع الدقيق كويس قوي لغايه ما يختلط، يبقى خليط كده اهو. حلو كده؟ جميل. وبعدين بعد ما خليط كده بقوم مغطيه بلاستيك وسايبه في مكان دافي جنب الفرن او في حته دافيه جنب البوتاجاز، يقعد له حوالي ساعه الا ربع كده، يبدا يعمل له عمليه تفاعل يعني يتخمر معانا شويه. نقلب بقى الفراخ الاول. احنا قلنا من 4 اتجاهات هيبقوا متقلبين. سامعين الفشفشه دي نتيجه ان في سوائل بتنزل من الفراخ. وبعدين شيف يسري وانا ممكن اربطها واحمرها كده طبعا، بس موضوع الربط هياخد وقت كتير في الربط، فالالومنيوم اسهل بكتير. عندي الشوربه زي ما قلت، هعمل ايه؟ هاخد شويه منها على البارد اهو، نقلبهم مع ايه؟ مع الزبادي ومع الدقيق على البارد. ليه؟ علشان اما اجي اضيفهم بقى هقول لكم ليه. عشان لما اجي اضيفهم اقلب على طول يتجانس مع بعض. يبقى انا كده زي ما قلت حطيت هنا الشوربه بتاعه الكشك على النار هتغلي معايا، وبعدين بعد ما هتغلي معايا شوربه الكشك هضيف عليها الزبادي والدقيق. طيب بنشكر سلمى ويارا وساره، ربنا يخليهم يا رب، واحنا سعداء ان هم بيكلمونا وبيتواصلوا معانا، ولو عندهم اسئله يا ريت يقولوا لنا عليها، واحنا سعداء جدا بيهم يعني، ربنا يخليهم يا رب. اهو انا بقلب كل شويه، لسه في حاجات ما حطيناهاش، خليكم معايا لان طبعا ده بعد ما نخلص ده كله هندخله الفرن يكون ولع عندي على درجه حراره عاليه، وهندخله. انتوا عارفين فرن زانوسي ما بياخدش وقت في الحراره في السخونه يعني. تعالوا نعمل بقى البصل المحمر اللي بيبقى على وش الكشك. كل الناس بتعمله مكعبات، احنا عاملينه النهارده زي ما انتم شايفين كده ايه، زي ما هو كده شرايح. هناخد عليه ذره ملح بالايد كده، شرايح رفيعه، ده اسمه جوليان او بالشامي جوانح. شويه ملح صغيرين كده، وبعدين هنحط البصل والزيت على البارد. ايه بقى الفكره الجديده دي؟ الفكره الجديده هجاوب اميره على الكشك الصعيدي، بس انا ما عنديش كشك صعيدي دلوقتي، هقول لها تعمله ازاي. حاضر من عينيا. ده عباره عن زيت على البارد وبصل على البارد اهو، هنشغلهم مع بعض وهيتحمر معانا دلوقتي. نقلب الفراخ شويه ونجاوب اميره على الكشك الصعيدي. الكشك الصعيدي لو انتوا بتعرفي تعمليه يبقى ممتاز، ما بتعرفيش هتجيبيه جاهز، هو بيبقى طبعا مزز لان معمول بلبن رايب، بيبقى كور كده. لو احنا هنعمله مثلا مع فراخ هناخده ننقعه يا اما في شوربه الفراخ يا اما في لبن لغايه ما يفك معانا، وبعد كده هجيب كميه من الشوربه نحطها على النار تغلي، واقوم منزل فيها الكشك لغايه ما يستوي ونقدمه مع الفراخ عادي جدا. ده نفس الطريقه اللي احنا بنعمل بيها دي. الكشك الصعيدي ما فيهوش عمايل يعني، مش صعب. بصوا بقى، انا الفراخ قلبتها من كل الاتجاهات اهو، لاحظتوا الموضوع ده؟ وبعدين هنقوم جايبين البصل بتاعنا حاطينه عليها كده وننزله تحت عشان البصل يدبل شويه. البصل هتلاقوا الريحه اول ما بتنزلوا على الفراخ بالبصل هتلاقوا ريحه الاكله اتغيرت، او ريحه الموضوع اتغيرت خالص. نفضل معاه كده اهو لغايه ما يدبل معانا البصل. بعد ما يدبل معانا البصل هطفيه بالخل وازوده شويه الصويا
وبعدين اديله المرق ويغلي معاه وادخله الفرن لغايه الفراخ ما تستوي. تاني زي ما قلت لكم بعد ما جبنا البصل حطيناه لغايه ما يدبل معايا، يعني يلون كده يصفر شويه مع الفراخ، وبعد كده وبقلبها كل شويه زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده بقى هقوم جاي طفيه بالخل، هتلاقوا بقى الريحه طلعت مختلفه. معلقتين من الخل، الريحه اختلفت خالص اهو. الحمد لله بقى. انا قابلت قريب قوي مش فاكر الشيخ رمضان ولا الشيخ خالد الجندي حد من شيوخنا الافاضل يعني، بقول له يا فضيله الشيخ الواحد في رمضان يعمل ايه؟ قال لي ده انت ما شاء الله ربنا يقويك على اللي انت فيه يعني، عشان الروائح اللي انت بتشمها دي. خلاص نرجع تاني على الفراخ. حطينا هنا زي ما انتم شايفين البصل، طفيته بالخل، هنديله معلقه من الصويا كبيره او معلقتين، وبعدين نديله المرق او الشوربه ويغلوا مع بعض كده شويه. اول ما هيغلوا هدخلهم الفرن. حاضر. الملوخيه الناشفه جميله جدا، انا بحبها قوي بصراحه. هجاوب الاستاذه ليلى. عندنا شويه مرقه زي دي، بس انا هجيب بصلايه بقى اقطعها مكعبات، احط معلقه زيت او زبده، نشوح البصلايه وننزل عليها بطماطمايه صغيره وبعدين مبشوره، وبعدين ننزل عليها بشويه الشوربه بتاعتنا، واول ما هتبدا تغلي هقوم نازل عليها كمان بحط فص ثوم، اقوم نازل عليها بالملوخيه بتاعتنا وهي بتغلي نعمل لها طشه عاديه زي بتاعه الملوخيه الخضراء بالظبط. بصوا بقى هنا البصل اهو بدا يدبل معايا ويستوي، وهنا الفراخ بتاعتي برضو بدات تغلى اهي والخليط يتجانس. هنرفع ده كله وندخله فين بقى؟ الفرن يكمل تسويته ونرجع نكمل معاكم اهو. بصوا بقى حطيناه تحت ليه بقى؟ على الارضيه، على ارضيه الفرن عشان يستوي. وبعدين في هنا شايفين الصاج ده هيعمل كانه غطا عليه. عايز اذكركم ان في رقم واحد بس، ورقم واحد 4 ساعات اهو شايفه، كل يوم بنوريكم الرقم ده. اي حد بيتصل على رقم غير الرقم ده الشركه او شركه زانوسي غير مسؤوله بالمره على اي حاجه تحصل من اي حد تاني. احنا كلمونا على رقم 1 4 ساعات، هو الرقم المعتمد بتاعنا، ولو لقيتوا فيه مشاكل كلموني، ما انا تليفوني مع مصر كلها، في 2 3 مش موجود معاهم، بس برضو يعني عايز اقول لكم ان هو رقم 1 4 ساعات ده هو الضمان وهو الصح وهو عايز ده، لان شركه زانوسي مش شركه صغيره لها سمعه فبتخاف على سمعتها. اما الناس المدعيه اللي عامله ارقام ثانيه مالناش دعوه بيها خالص، ربنا يسامحهم ورمضان كريم. ادي الشوربه بتاعتنا وادي الزبادي اللي محطوط على الدقيق، وهننزل كده مع التقليب. لو بصيتوا كده هتلاقوا الصوص بدأ يبقى تقيل، او الكشك بتاعنا بدأ يبقى تقيل معانا اهو. هنفضل نقلب كده لغايه ما يبدأ يغلي معانا، وبعدين نوريكم شكل الكشك، وبعد ما نوريكم شكل الكشك نبدأ نغرفه معاكم. ولكن هنجيب بولات كده المربعه عشان خاطر نغرف فيها الكشك ونحط، او ممكن هنا اهو، يلا مش مشكله، احنا عندنا كل الحاجات. عايزين تغرفوه في اطباق صغيره مفيش مشكله، عايزين تغرفوه في طاجن زي ده برده مفيش مشكله، بس هنفضل واحنا مع بعض كده مع البصل لغايه ما يحمر معانا. انا حطيته على زيت بارد، حطيت عليه رشه ملح بس. هتشوفوا البصل دلوقتي ده ينفع شكله عامل ازاي، زي بتاع الكشري، وحاجه رائعه من الروائع يعني. هنا في مصفى، عايزين مصفى كمان ولا خلي مصفى واحده؟ بعد ما بخلص هنا الزيت ده بصفيه وباخد البصل عشان نحطه على الوش، والكشك بتاعنا اهو هيبدا يغلي. بتعرف انه استوى ازاي؟ هتشوفوا دلوقتي كله قدامكم طبيعي. الكشك ده من الحاجات الجميله قوي. في ناس بتحب تحط جواه عصره ليمون، في ناس بتحب تحط جواه رشه من ملح الليمون عشان تديله مزازه اكتر. مفيش مشكله، انتوا اللي انتوا عايزينه اعملوا، بس ده كده الصح يعني، ما فيهوش اي اضافات تانية غير كده بس اهو. الزبادي فيه المزازه بتاعته طبعا، فبيطلع طعمه حلو قوي. احنا هنديله بس شويه ملح صغيرين
ونقلب، نفضل معاه ما تسيبوهوش عشان خاطر ايه يطلع معانا الكشك زي ما احنا عايزين. البصل بدأ يلون، هجيب بس مصفى تانية صغيرة للبصل ونصفي. عشان الكبيرة دي هنحتاجها نصفي بقى الصوص، او ممكن نستعملهم الاثنين. انا بس اهم حاجة البصل ما يتحرقش. اول ما هيوصل للون اللي انا بقول لكم عليه، اللون اللي هتشوفوه دلوقتي. شكرا. ايوه دي على قد حاضر. هجاوبك يا ياسمين على الكريم كراميل دلوقتي حالا. هنا البصل بدأ يلون، بس اوعوا تسيبوه لغايه ما يتحرق. انا معاه لغايه ما لونه يبقى ذهبي، والكشك بتاعنا بنقلبه برده لغايه ما يستوي معانا. هتشوفوا دلوقتي اللون والقوام عامل ازاي. اول ما هيغلي اقوم حاطط فيه صدور الفراخ المستويه وبعد كده نقدمه. بصوا يا ياسمين، تعالوا نعمل مع بعض كريم كراميل. اول حاجه هجيب كوبايه سكر احطها على النار في طاسه او في كازرونه، واحط عليها معلقتين ميه عشان ما تتحرقش، واعمل بيها كراميل. بعد كده بجيب القوالب اللي انا هسوي فيها الكريم كراميل او الفرم اللي انا هعمل فيها، لو عندي فرمه كبيره تنفع برضو. وبعد كده بصب فيها الكراميل بتاعنا واسيبه موجود في الفرم لغايه ما يتجمد، يجمد خالص. وبعد كده بيحصل ايه؟ بركن الفرم على جنب، واجيب نص لتر من اللبن، نص لتر من اللبن، عليه معلقه فانيليا، وعليه 5 بيضات و2 صفار بيض، 5 بيضات و2 صفار بيض. دي الطريقه بتاعت الشيف يسري. اللبن يا ريت يكون دافي، يعني ما يكونش، بيكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش طالع من الثلاجه. بقلبه مع البيض مع برضه 3/4 كوبايه سكر. وبعدين بعد ما بقلب كل الحاجات دي مع بعض بصفيه، واملى بيه البولات اللي كان فيها الكراميل فوق الكراميل الناشف، واجيب صينيه كبيره فيها ميه سخنه واحط فيها القوالب دي وادخلها الفرن على درجه حراره 200 لغايه ما يستوي معانا في حمام مائي. الكريم كراميل اللي بعرف انه استوى ازاي؟ لما بقعد اهزه كده الاقيه متجمد. بعد كده بطلعه يبرد خالص وادخله الثلاجه، واجيب سكينه رفيعه امشي بالحروف بتاعتي الكريم كراميل، واقوم قلبها الناحيه الثانيه، هتلاقوه نازل سليم ونازل عليه صوص الكراميل روعه. البصل خلاص كده، مش هنزود اكتر من كده عشان ما يتحرقش معانا. شفتوا لون البصل؟ كل حاجه بنعملها قدامكم في برنامجنا لايف وذ شيف على الطبيعه، لا رحنا هنا ولا هنا. شايفين اللون اهو، ذهبي ذهبي. الحمد لله رب العالمين. هناخد برضو شويه زياده، دول خساره، بصلتين المقرمشين دول حكايه يعني. وبعدين نطفي هنا. طبعا ده انا بقى ده اسمه ايه بقى؟ كماله ورد. بجد يعني انا انا بحب البصل المقلي كتير قوي بس المقلي ده بتاع الكشري بيبقى روعه. بس عندي طبعا في ناس ما بتحبوش، فما فيش مشكله. خلاص احنا صفينا اهو. هشيل الزيت ده مش محتاجه. طب الزيت ده ممكن اعمل بيه ايه يا شيف يسري؟ فاكرين البصاره؟ لما بنيجي نعمل البصاره بعد ما بنضربها في الخلاط ونصفيها بنحطها على النار تاني، نحط لها شويه من الزيت ده، بيكون خد ريحه البصل. هنيجي نحط هنا. طب حد هيقول لي طب ما تحط في الكشك يا شيف يسري؟ لا مش محتاج انا بقى احط في الكشك، عشان مش عايز اغير طعم الكشك ولا طعمته. خلاص انا حطيت الفراخ، وكل ده انا مستني برضو معانا لغايه ما الفراخ اللي في الفرن تستوي معايا شويه. وبعدين عندي هنا زي ما قلت اجيب كبشه او مقصوصه او اي حاجه نغرب بيها، بس هطفي بقى النار دي عشان خاطر انا مش محتاج درجه حراره خالص. وبعدين الكشك استوى؟ طبعا استوى. هنجيب نفضي هنا بطريقتين غرف. انا عايز اغرف في بوله صغيره لو هنحط، وعايز اغرف كمان في بوله كبيره في الطاجن بتاعنا لو حابين. نجيب هنا البوله الصغيره، بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه كلنا بنغلط فيها، احنا بنيجي نغرف بنعمل كده، شايفين اللي نازل ده بيغرق لي الدنيا. بعد ما تغرفوا كده امسحوا دي في الحله بتاعتكم، مش هتنزل حاجه خالص اهي. اما بغرف كده لو انا نزلت على طول هغرق الدنيا، لكن انا اهو بنمسح دي ونحط هنا. وبعدين نفضي بقى كل ده مره واحده، دفعه واحده اهو. بصوا شكل الكشك
بالهنا والشفا. هنرفع كل الحاجات دي مش محتاجينها. حاضر من عينيا. مين اللي عايز؟ حاضر يا شوشو، هقول لك على كيكه الشوكولاته. احمد من فضلك عايز الكبشه دي. هنجاوب على كيكه الشوكولاته بس بعد ما نلملم الدنيا كده، ونيجي علشان نعمل بعد كده الصوص بتاعنا اللي طالع بتاع الفراخ. طب الفراخ يا شيف يسري احنا قلنا تتقدم مع ايه؟ زي ما انتوا عايزين، يعني انتوا عايزين تحطوها مع رز، انا بجيب رز بسمتي بعمله بالقرفه، عايزين تحطوها مع اي مكون تاني مفيش مشكله خالص. بطاطس بيوريه تنفع زي ما انتوا عايزين. روح ابص عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا شرحت لكم قوه الفرن بتاع بوتاجاز زانوسي او بالفرن بتاع زانوسي. هتشوفوا دلوقتي الفراخ احنا مدخلينها بقالنا قد ايه؟ لم تكمل 7 دقائق او 6 دقائق. هنرفع ونسمي كده بالرحمن، بس نرفع ده فوق عشان نعرف نسحب. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل ايه اول حاجه؟ بس انا عايز ايه هنا معلومات بسيطه برضو. لو انا جيت عندي مش رخامه بقى، عندي حاطط حاجه زي الخشب بتاعنا ده، او زي في نوع من البلاستيك، ما طلعش من الفرن احط عليه على طول. ما طلعش من الفرن احط عليه على طول. ليه؟ لان انا لو حطيت عليه على طول هيحرق لي الخشب بتاعنا او يبوظ الدنيا. ثواني بس هجيب حاجه وتعالوا مع بعض ناخد كزرونه هنا نحطها على النار وبالراحه خالص عشان نعمل مع بعض الصوص بتاعنا. معلقه زبده، عايز معلقه دقيق من فضلك اهو. معلقه زبده ومعلقه دقيق. ماده الربط عارفينها؟ دايما بشرح لكم ان في حاجه اسمها ماده الربط. نرفع دي كده نصفيها القطعه اهو، والمضرب، وناخد تانية كمان. ممكن نجيب طبق احسن عشان نبقى بنشتغل براحتنا اهو. هنا كل القطع بس نصفيها من الميه دي، وبعدين ناخد معلقه الزبده زي ما قلت لكم ومعلقه من الدقيق. خلاص كده. حط معلقه الزبده ومعلقه الدقيق والمضرب عشان نقلب، نعمل حاجه اسمها غو بالفرنساوي. نشغل. ادي معلقه الزبده، معلقه واحده، وشويه دقيق حوالي برضو معلقه. بتعمل عمليه ربط للصوص، مش عايز كتير. ممكن ما احطش، ممكن ما تحطوش، بس حطه على النار يغلي لغايه ما يتكاثف شويه وبعد كده حطوا عليه الكريمه. لكن احنا عشان طبعا مستعجلين شويه فحطينا معلقه زبده ومعلقه دقيق هتسيح مع بعضها. وتعالوا بقى ناخده كده ونرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. القطعه دي مش محتاجين، دي خلاص مش محتاجينها لا. ونيجي هنا نجيب سكينه عشان تشوفوا من جواها شكلها ايه. لو افترضنا ان هي لسه نيه دخلوها الفرن تاني، لكن انا اعتقد ان هي ان شاء الله مستويه ما مش نيه، بس هسيبها تهدى شويه عشان خاطر ايه اجيب الطبق نغرف فيها على طول. هنا الزبده والدقيق اهم، وبعدين المصفى بتاعتنا ناخد الصوص ناتج التسويه ده نشيله ونصفيه على فين؟ على الزبده والدقيق. حلو كده؟ جميل. وبعدين نرفع كده ونقلب مع التقليب المستمر عشان خاطر الدقيق يفك جوه الصوص. شفتوا لونه عامل ازاي؟ بدأ يبقى تقيل اهو. يبقى في حاجه لسه هضيفها كمان، اخر حاجه الكريمه اللباني وهو بيغلى، وبيغلى اهو نضيف له الكريمه اللباني. صوص من الروائع بجد، طعمه حلو جدا، واخد نكهه الخل، واخد نكهه الصويا، واخد نكهه الفراخ، وكمان البصل الموجود عندنا. جميل كده. سيبوه يغلي غلوه واحده بس، غلوه واحده بس، ونيجي نقطع بقى الفراخ بالورب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه اهو تاني واحده. انا بس عايز اوريهم ان هي مستويه 100% سوا اهو، كل حاجه قدامكم اهو. وادي الثانيه. احنا هنغرف في الطبق قد ايه؟ 3 4 مفيش مشكله زي ما احنا عايزين. هروح اجيب طبق الغرف
ونغرف ونوريكم هنقدمه ازاي. الكشك خلاص استوى، الفراخ استوت. نيجي هنا في النص ناخد قطعة وواحدة تانية وواحدة تالتة، وهنا كمان واحدة. ممكن نجيب قطعة كمان. اعتقد ان لو يعني مثلا فرد واحد يبقى صدرين فراخ كتير قوي عليه. ممكن صدر واحد. خلاص انا اهو. نشيل ده خلاص الصوص بتاعنا، ونقطع برضو بالورب. شايفين فاكرين ازاي؟ اهو كده. شوفوا الحشوة باينة معانا. وادي واحدة هنا، ودي كده نحطها فوق على الوش. وبعدين نجيب بقى الصوص بتاعنا، فاكرينه اللي احنا سويناه قدامكم حالا، احنا ما عملناش حاجة من وراكم. خلاص كده نرفع وناخد شوية من الصوص فوق الفراخ. بالهنا والشفا، مش اكتر من كده. طبق مشهي طعمه حلو قوي. الكحك طبعا اهو، والبسكوت اهو، وكمان الغريبه. ممكن نجيب الطبق هنا جنبهم. انا ما حطيناش البصل لسه اهو. نلفه كده حاجه كده زي الكتاب ما بيقول، من الروائع. البصل المقرمش اهو على الوش، وشويه هنا. استمتعوا معانا زي ما انا مستمتع معاكم على صفحه زانوسي على الفيسبوك. بنقدم لكم على مدار رمضان كل يوم وصفات جديده. لسه عندنا حاجات كتير قوي ما عملناهاش، هنعملها مع بعض بكره. تعبنا بقى من الحاجات الفراخ والحاجات دي. هنعمل بكره نوع من الاسماك المشهيه، مش هتشوفوه غير مع الشيف يسري في برنامج لايف وذ شيف على صفحه زانوسي. تابعوا معانا. اللي ما شافش الحلقه يتفرج عليها بالليل ان شاء الله. هتبقى موجوده على قناه زانوسي على اليوتيوب. زي ما بقول لكم كل يوم، لو عندكم اي استفسارات، عندكم اي حاجه، احنا تحت امركم مستنيينكم. خليكم معانا دايما. زي ما بقول لكم اليوم، يا رب نحب بعض. السلام عليكم. وكل يوم اكله جديده. استنونا مع زانوسي.